من بودكاست مصر إيجابي بنرحب بيكم في حلقة جديدة. حابين نشارك معاكم النهاردة نموذج مشرف، وهو العالم والدكتور المصري سامح سعد، الذي نشأ بالقاهرة في حي السيدة زينب، وحصل على البكالوريوس في الكيمياء من كلية العلوم جامعة عين شمس عام 1988. وفي جامعة توهوكو باليابان أكمل درجة الماجستير بالكيمياء الضوئية عام 1994، ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 1997. وعن حياته المهنية، فبدأ كباحث ومدرب ثم مدرس للكيمياء الفيزيائية بجامعة عين شمس، وفي عام 1998 شغل منصب زميل دائر ما بعد الدكتوراه في جامعة جرانز للتكنولوجيا في النمسا. ومن عام 2000 ل 2005 تنقل بين مناصب مختلفة في جامعة واشنطن في سانت لويس. وفي الفترة من عام 2000 ل 2003 شغل منصب زميل ما بعد الدكتوراه في قسم الكيمياء. وفي عام 2002 تم تعيينه كمحاضر وموجه مساعد تدريس في الدورات الصيفية للكيمياء، ثم التحق بقسم الأمراض العصبية كباحث مشارك، وبعد ذلك انضم لجامعة كاليفورنيا في سان ديجو. وفي عام 2005 عمل كعالم أبحاث مساعد لمدة 3 سنوات، وعمل أيضا محرر تنفيذي ومراجع منتظم لعشرات الدوريات الدولية المعروفة. وفي عام 2012 عاد لمصر وقام بتأسيس مركز دراسات الشيخوخة وأستاذ الفيزياء الحيوية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وشغل منصب المدير حتى عام 2017. ويشغل حاليا منصب رئيس وحدة بيولوجيا الأورام بمستشفى 57-357. أما عن أبحاثه ومنشوراته العلمية، في البداية كان بيهتم بمجال بيولوجيا الجذور الحرة، وفي خلال عمله في قسم الطب وقسم التخدير بجامعة كاليفورنيا ساهم في عدة مشروعات في مجال وظيفة الميتوكوندريا وبيولوجيا الجذور الحرة، وأنتج أكتر من 50 بحث نشرت في عدة دوريات شهيرة، منها ساينس، دورية الوقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم وغيرهم. وكمان ليه أكتر من 80 مشاركة في مؤتمرات دولية وورش عمل دولية ومحلية، وليه فصلين في كتب عالمية طبية. وهو أيضا محكم علمي للعشرات من مجلات البيولوجيا والطب حوالين العالم، ومحرر ل4 مجلات دولية علمية، بالإضافة ل4 براءات اختراع دولية. وعن تكريمه، فحصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية عام 2020، وحصل أيضا على جائزة التميز من ناحية معاملات التأثير للأبحاث المنشورة بمؤتمر الرياضيات والمعلومات بجامعة سوهاج. انتخب كعضو في مجلس إدارة الجمعية الفسيولوجية والميتوكوندريا اللي مقرها النمسا. اختير كقائد فصل إعداد القادة في العلوم الطبية بجامعة كاليفورنيا سان ديجو، واختير أيضا من ضمن قادة المستقبل العلميين بجامعة كاليفورنيا سان ديجو. وحصل على عضوية جمعية علوم القلب الأمريكية عام 2009، وأيضا جمعية علوم الأعصاب الأمريكية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، منتظرينكم في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي.